أفادت سفارة المملكة المغربية بأنقرة الثلاثاء بتسجيل أول حالة وفاة في صفوف المواطنين المغاربة القاطنين بطريقيا إثر الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب البلاد الاثنين. وأوضحت التمثيليات الدبلوماسية أن مواطنة مغربية 51 سنة لقيت حتفها بمدينة أنطاكية جنوب تركيا. وأضاف المصدر أن الراحلة كانت متزوجة بمواطن تركي. من جهة أخرى أشارت سفارة المملكة بأنقرة إلى أن ابن الراحلة 16 عاما تم نقله إلى المستشفى بعد تعرضه لجروح خفيفة وهو الآن بصحة جيدة. أفادت